عايز تعرف مين هو كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك القادم باذن الله؟ تعالى وانا اقول لك. كابتن حسين لبيب في نادي الزمالك من وعمره 13 سنه، لاعب في كوماندوز الزمالك لليد لحد ما اعتزل، وفي دولاب بطولاته 21 بطوله، 7 دوري، 9 كاس، 5 بطوله افريقيا. ابتدى يتسلط عليه الضوء لما تعين رئيس مؤقت لنادي الزمالك في ظل ازمه كبيره في نادي الزمالك، في ظل وقف القيد ومشاكل في عقود اللاعبين، واللعيبه عايزه تجدد، وليله كبيره قوي سعادتك عزيزي الزملكاوي. بس رجال الكوماندوز في الزمالك اللي زي الكابتن حسين لبيب ما بيعرفوش المستحيل، فحل مشكله ازمه القيد بانه رجع اللعيبه اللي كانت معاره اللي كان مسربها مرتضى من النادي، زي أوناجم، رزاق سيسي، مصطفى فتحي، عمر السعيد. وجدد للاعيبه كتير من اللي كانت موجوده في الفرقه زي زيزو والونش وعبد الله جمعه، وطبعا امام عاشور اللي حصل فضيحه في العقد بتاعه لما ما تسجلش في اتحاد الكوره من المجلس المنحل القديم. اما بالنسبه للمناصب الاداريه اللي تولاها فحدث ولا حرج. كان رئيس مجلس اداره شركه القاهره لتكنولوجيا المعلومات، كان عضو في المجلس القومي للرياضه، وكان امين صندوق للاتحاد المصري في كره اليد، كان عضو في لجنه التسويق في الاتحاد الافريقي لكره اليد، كان مدير بطولة العالم لليد رجال اللي اتعملت في مصر سنة 21. وعلشان كده يا عزيزي الزملكاوي احنا هنا في هندسة الكرة بندعم القائمة الموحدة لأن الزمالك أولا، وبنستبشر خير فيهم بإذن الله، واستنونا في بقية المجلس الموقر في حلقات جاية. سلام.